ليه العرب ما عندهمش الكلام ده؟ خليني اجاوبك في الاول في حاجه ليها علاقه بتخصصي ودراستي. بالنسبه للاتراك، الاتراك عندهم كلمه السر هي القوميه، يعني هم كقوم مش حاجه لسه من اول امبارح، لا هم موجودين من زمان، من قبل الميلاد كمان، لما اسسوا دولتهم اسمها دوله الهون في شرق اسيا، وبداوا ان هم ينتقلوا شويه بشويه يعملوا بقى دوله ثانيه اللي هي الجوكتورك، وبداوا يختلطوا بغيرهم وبداوا ان هم يتوسعوا. لكن الحاجه اللي متمسكين بيها هي القوميه بتاعتهم، وان هم يكونوا تحت علم. حتى لما وصلنا للدوله العثمانيه وهم كانوا تحت حكم السلاجقه، كان هم قوم مميز كده لوحدهم، لدرجه ان السلاجقه اديتهم حتت من الارض قالت لهم انتوا المسؤولين عنها. بعد كده لما سقطت دوله السلاجقه تم اعلان الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه بقى لما جت اتفككت، ايه كانت كلمه السر عند مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهوريه التركيه اللي يقدر يجمع بيها الارض اللي احنا شايفينها حاليا؟ هي القوميه، وان العلم ده يفضل مرفوع. فعمل حاجه اسمها حرب الاستقلال التركيه. هو قال احنا كقوم تركي بنضيع، فاحنا لازم نجمع بعض، وسلح الشعب، بداوا ان هم يستقلوا بالارض. وبعد ضم ازمير بدا يعمل واحد من اكبر التبادل السكاني في التاريخ، جمع القوم التركي اللي كان بره وراح رجعهم هنا تاني. النقطه بتاعت القوميه مع الاتراك بالذات ما ينفعش نلعب فيها. لكن لو جينا على العرب، احنا بشكل عام اغلبنا مختلفين مع بعض. يعني في المجتمع المصري، رغم ان احنا مثلا ممكن نكون بنتجمع في الازمات ولا حاجه، بس هتلاقي كتير جدا من المجتمع المصري عنده اللهجه دي، يقول لك انا اصلي تركي، انا اصلي ايطالي، اصل احنا يونانيين. وهتلاقيها برضو للاسف في بلاد الشام وبلاد كتير عربيه. فانت هتبص على القوميه هتلاقي القوميه اصلا تايهه في المجتمع. اللي في الاخر ده رايي الشخصي، واتمنى ان انتوا لو هتنتقدوه تنتقدوه باحترام، انما اللي في الاول ده دراسه، وهتلاقيه مكتوب في الكتاب بتاعي اللي هو لغات الترك الاولى بالمصادر بكل حاجه، عشان عارف ان في ناس بتصطاد في الميه العكره.